السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل استبعاد الكونغو من مجموعة المنتخب الوطني. والآن نترككم مع التفاصيل. مرة أخرى الفيفا تستبعد منتخب إفريقيا وتجمد نشاطه، وهو واحد من منتخبات الأسود في تصفية كأس العالم. الدور كان هذه المرة على الكونغو بعد أرتيتا، ولن يتغير الوضع رغم تقلص عدد المنتخبات إلى 4 بدل 6، لأنه ستلغى نتيجة الأسود أمام الكونغو في أكادير بسداسية نظيفة، ويظل الفريق الوطني متصدر. إليكم هنا الوضع المحيل لهذه المجموعة. الجولة الأولى تنزانيا النيجر 2-1 لصالح تنزانيا. الجولة الثانية تنزانيا المغرب، النتيجة لصالح المغرب. النيجر زامبيا، النتيجة لصالح النيجر. الجولة الثالثة المغرب زامبيا، النتيجة لصالح المغرب. الجولة الرابعة تنزانيا زامبيا، النتيجة لتنزانيا. الترتيب: المغرب 6 نقاط من مباراتين بنسبة عامة زائد 3. تنزانيا 6 نقاط من 3 مباريات بنسبة عامة 0. النيجر 3 نقاط من مباراتين بنسبة عامة 0. زامبيا 0 نقطة من 3 مباريات بنسبة عامة ناقص 3. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.